في أثر بنفكك الأفكار اللي اتربينا عليها. والنهاردة هنتكلم عن فكرة اتربينا عليها كلنا، وممكن تكون هي أكبر فخ بنقع فيه في حياتنا. أنا عارف إن الجملة دي ممكن تصدم ناس كتير، لأن فكرة إن الوظيفة الثابتة هي قمة الأمان دي حاجة مزروعة جوانا من وإحنا صغيرين. بس يا ترى إيه اللي يحصل لو اكتشفنا إن الفكرة دي نفسها هي اللي موقفانا في مكاننا ومش بتخلينا نتقدم؟ طيب إزاي بقى؟ إزاي المسار اللي أغلبنا اتربى إنه يمشي فيه، مسار الوظيفة المستقرة والمرتب الثابت، ممكن يكون مجرد إحساس وهمي بالأمان؟ خلينا نفصص الحكاية دي سوا. كلنا سمعنا النصيحة دي، صح؟ اتعلم كويس، ادخل كلية كويسة عشان تلاقي وظيفة كويسة بمرتب ثابت. هي دي بالظبط اللي روبرت كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير بيسميها عقلية الأب الفقير. عقلية بتشوف إن الطريق الوحيد للنجاة في الدنيا هو وظيفة ثابتة وراتب مضمون آخر كل شهر. طب في الواقع بقى إيه اللي بيحصل؟ أغلبنا للأسف بيدخل في دايرة مغلقة. كيوساكي سماها اسم عبقري: متاهة الفأر. عارف الفار اللي بيجري في العجلة بتاعته؟ هو ده بالظبط. كل ما تشتغل أكتر دخلك يزيد، فتبدأ تصرف أكتر وتغير مستوى معيشتك، وفجأة تلاقي نفسك محتاج تشتغل أكتر وأكتر عشان بس تغطي مصاريفك الجديدة. دايرة حرفياً بتحبسك في وظيفتك للأبد. وهنا بقى بنوصل لنقطة الخطر الحقيقية، إن حياتك كلها تكون معتمدة على مصدر دخل واحد بس. الحقيقة المرة إن الأمان ده وهمي. فكر فيها كده، في أي لحظة الشركة ممكن تستغنى عنك. كلنا شفنا حوالينا اللي حصل وقت الأزمات الاقتصادية، موظفين بقالهم 20 سنة في شركاتهم وفي يوم وليلة لقوا نفسهم في الشارع، والمرتب اللي بنشوفه ثابت قيمته الحقيقية بتقل كل يوم مع غلاء الأسعار. يعني من الآخر مستقبلك المالي كله في إيد ناس تانية، مش في إيدك. والجملة دي بتلخص اللعبة كلها ببراعة. العلاقة دي في جوهرها مبنية على الخوف. الموظف خايف يترفد، والشركة بتدفع أقل حاجة ممكنة عشان بس تضمن إن الموظف ما يمشيش. في المعادلة دي مفيش أمان حقيقي. طيب إيه المخرج من المتاهة دي؟ إيه الحل؟ كيوساكي بيقدم مفهوم يبان بسيط قوي، لكنه بيغير قواعد اللعبة كلها. هو ده المفتاح اللي بيخرجك من سباق الفئران ده. الفكرة كلها بتتلخص في كلمتين اتنين: أصول والتزامات. الأصل بكل بساطة ومن غير أي تعقيد هو أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك، بس كده. والالتزام هو العكس بالظبط، أي حاجة بتطلع وبتسحب فلوس من جيبك كل شهر. وهنا الفرق بيبدأ يوضح أكتر. الأصول زي أسهم في البورصة بتجيب لك أرباح، أو شقة بتأجرها، أو مشروع صغير، دي حاجات بتشتغل عشانك وبتجيب لك فلوس. أما بقى الالتزامات زي قروض البنك، أقساط العربية، وحتى بيتك اللي انت ساكن فيه، دي حاجات انت اللي بتشتغل عشانها عشان تدفع تمنها كل شهر. وهنا أكبر فخ بتقع فيه الطبقة المتوسطة. بنشتري التزامات وإحنا فاكرينها أصول. العربية الجديدة اللي بنجيبها بالقسط، أو البيت اللي بنسكن فيه وبندفع أقساطه، بنعتبرهم استثمار وأصول. لكن الحقيقة إنهم بيسحبوا فلوس من جيوبنا كل شهر، صيانة وبنزين وأقساط. يعني ببساطة دي ديون مش أصول. أول ما الواحد بيفهم الفرق البسيط ده، كل حاجة بتتغير. هنا بتبدأ تفكر بعقلية مختلفة تماماً، عقلية الأب الغني. كتاب كيوساكي كله قايم على المقارنة دي بين عقليتين: عقلية الأب الفقير اللي بتقول اشتغل بجد عشان الفلوس، وعقلية الأب الغني اللي بتقول لأ، خلي الفلوس هي اللي تشتغل بجد عشانك. بصوا كده على المسار المالي ده. الدخل بيجي من الوظيفة، يروح كله على طول على المصاريف والديون: إيجار، أقساط، فواتير، أكل وشرب. في الآخر مفيش أي حاجة بتتبقى عشان تروح لخانة الأصول. دي دايرة مقفولة ومسدودة. لكن هنا بقى شوفوا اللعبة مختلفة إزاي. التركيز كله على شراء الأصول الأول. الأصول دي بتجيب فلوس، والفلوس دي بنستخدمها عشان نشتري بيها أصول جديدة. مع الوقت الأصول بتكتر، فالدخل بيكتر معاها. ودي دايرة النمو اللي بتصنع الثروة الحقيقية، كأنك بتبني ماكينة فلوس بتكبر لوحدها. والجملة دي هي خلاصة الفلسفة كلها. الفرق مش في حجم المرتب، لأ، الفرق كله في العقلية. هل إحنا بنجري ورا الفلوس، ولا بنبني نظام يخلي الفلوس هي اللي تجري ورانا؟ طيب بعد كل الكلام ده، الموضوع بيصفصف في الآخر على سؤال واحد بس، سؤال مهم كل واحد فينا لازم يسأله لنفسه. يا ترى المستقبل المالي لكل واحد فينا قايم على مصدر دخل واحد بس، مصدر ممكن يختفي في أي لحظة، ولا بدأنا نبني الأصول اللي هتجيب لنا الأمان الحقيقي؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تغير حياتنا كلها.